التسلل. حسام غشة يصل إلى الشباك، لكن قبل ذلك رفع الراية وإعلان وإشارة إلى وضعية تسلل. إذن الحكم يشير ويرسم الهدف. إذن حسام غشة يوقع الهدف الأول لصالح فريق اتحاد الجزائر. حسام غشة لم يكن في وضعية التسلل. الهدف الأول بطريقة فنية، رفع الكرة فوق الحارس طارق بوزدر الذي لا يسأل على هذا الهدف لأنه اللقطة وجها لوجه. داخل منطقة العمليات هدف التعادل. بوشامة يسجل هدف التعادل. بوشامة يخرج وراء اللاعبين ويسجل هدف التعادل في هذه اللحظة. بوشامة ينقذ الوفاق قبل 30 ثانية من الخسارة في هذه المباراة. ما فيش وضعية تسلل. بوشامة يخرج من خلف المدافعين وبرأسية يعادل النتيجة ويعيد المباراة إلى